بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لكل جماهير مصر، الزمالك والأهلي والدنيا كلها. الحقيقة بتكلم بسرعة كده، تعليقا على ما قاله الحاج محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق. أنا الحقيقة استغربت واندهشت للمفاجأة اللي هو عاملها، اللي أنا أصلا في الموضوع وما أعرفوش. طبعا أنا يعني محرج إن أنا أتكلم، بس أنا هتكلم عن كابتن الحاج محمد مش كعضو مجلس إدارة سابق ولا كمسؤول في النادي الأهلي. أنا هعتبره مشجع من النادي الأهلي بيحاول يكسب جماهير النادي الأهلي بشوية بروباجندا مش منطقية. وللأسف هو برضه ما ساعدوش وأسعفوا معلوماته، لأن هو أساسا في الفترة دي ما كانش موجود في النادي الأهلي. ما افتكرش إن هو كان موجود، أنا كنت موجود في الفترة دي بشكل قوي جدا. فهتكلم في نقطة سريعة. حاج محمد، أنت أولا معلوماتك يعني يمكن حد قالها لك غلط. ايمانويل ما راحش المانيا، تمام. ثانيا انت ما كنتش موجود في الفتره دي ولا على الساحه ولا في التسويق، لان كان كابتن محمود، كابتن عادل القيعي كان موجود. وانا كنت برضه بتعامل مع النادي الاهلي بشكل كويس، لان كنت وقتها بعدها على طول فيليكس ابوجي. وانا كنت اول وكيل في الفتره دي، ما كانش في حد اصلا ممكن موجودين في الفتره دي كده. كنت موجود سنه بدات مع ايمانويل. ايمانويل انا كنت محاميه الاول من قبل السفاره، لان كنت محامي السفاره النيجيريه والجاليه الافريقيه عموما. لكن سفاره نيجيريا كانوا يستدعوني عشان انا احضر التعاقد والاتفاق مع ايمانويل امونيكي. وكان الله يمسيه بالخير كابتن سمير السيد، الله يرحمه والله يرحمه حسن ايه. وده اللي احنا بدانا منه، لانه كان فعلا بيلعب في دوره الالعاب الافريقيه في الاسماعيليه. كان هو وابراهيم بابنجيلا. لكن تواصلت معاه واتفقنا ونسقنا العقد مع نادي الزمالك، وتم التعاقد مع نادي الزمالك. في الفترة القيد التانية هو كان عنده سنتين. لما جينا نجدد العقد كنت أنا اللي عامل العقد بتاعه، كان الله يرحمه كان الأستاذ المستشار جلال إبراهيم. كان بعت لنا عقد تقريبا 24 صفحة. وكان وقتها مدير فني كان كابتن فاروق جعفر. وكان المفروض نجدد العقد، وكان هيمشي هو في الفترة دي، لكن احنا أقنعته يكمل وبدأ يبقى هداف بشكل آخر 3 مباريات كان عامل. طبعا كلنا عارفين إيمان والمونيكي. انا بقى مش كنت بكلم على انه كنت وكيله، انا ما زلت وكيله. وهو لاعب وهو مدرب الى اليوم، وانا اتواصل معاه لان انا وكيله كلاعب وكمدرب. بعد كده لما جيت ادخله المنتخب الاول لنيجيريا، كان مستر هوفر اللي كان موجود وقتها. وكان من ضمن الاتفاق معاه انه عشان يضمه هو يقدر يتعامل معاه كوكيل كمان، يعني يقدر يجيب له انديه. بالفعل زقيته ودخلنا الحمد لله، ولعب اخر مباراه اللي هي مباراه فاصله مع زامبيا، اللي كانت هي الفيصل وسبب صعود نيجيريا لكاس العالم 94. وكان لعب الشوط الثاني كمان وسجل جولين في الشوط الثاني. بالتالي كان وصل هوف بعد كده جاب لنا عرض من ديسبورج الالماني. احنا ما وافقناش، بس هو كان موقع ايمانويل، هو اجبره يوقع العقد اثناء البطوله. لكن الحقيقه انا رفضت، وكان جالنا عرض من سبورتنج لشبونه. فسبورتنج لشبونه كان يهمني برضو ان نادي الزمالك يستفيد. كان وقتها كان نادي الزمالك هيبقى 800,000 دولار، وكان هو المفروض مليون، وله 800,000 دولار ده العرض بتاع اساسبورج الالماني. كان منهم 200,000 دولار لايمانويل اللي كان عقده 25% من مقابل انتقال من نادي لنادي. احنا فوصلت للحل ان احنا اشترطت على ايمانويل على نادي سبورتنج لشبونه ونادي الزمالك ان انا ممكن اديكم، هننتقل لسبورتنج لشبونه، انا مش هاخد ال 200,000، يعني هتاخدوا 800,000 زياده، وهديكم 100,000 دولار زياده كمان، يعني 900,000 دولار. وبالتالي توقعنا مع سبورت لشبونه. وجه رئيس نادي سبورت لشبونه مصر وكان شاهد على الواقعه دي، ربنا يديله الصحه، استاذ محمود معروف كان معانا حتى في العربيه واحنا جايين. وتممنا العقد والانتقال. حتى ايمانويل كان واخد ايقاف، خد ايقاف 6 شهور لانه مضى مع ديسبورج الالماني وسبورت لشبونه. وبعد ال6 شهور ايقاف بدأ يلعب ايمانويل امونيكي هداف الدوري هناك البرتغالي. ومنه وصلنا لبرشلونه اللي كان هو في الوقت ده كان 5 مليون دولار، كانش في يورو ايامها. لكن في عقد نادي الزمالك لما مضيناه خد الزمالك 900,000 دولار. ومقابل ان ايمانويل بدل ما كان ياخد 700,000 خد 1,500,000 دولار من سبورتنج لشبونه. وده كان قصه ايمانويل مع، لكن وجود النادي الاهلي ولعبه اللي هو قال لك احنا بعتنا له وجبنا له حد من بره. ما كانش في حد بره يا حاج محمد، ما كانش في حد بره، لان الموضوع كله كان على ايدي انا والناس موجوده. ولا كان في وقتها النادي الاهلي بيلعب بالطريقه دي.
يعني فكره ان انا اجيب حد واطلعه بره وارجعه دي عملوها بعدين، اتعملت بعدين، ودي فكره مش وحشه لكنها مش يعني مش لطيفه. لكن اللي حزنني بس او متضايق منه يا حاج محمد، انت راجل آه، آه، يعني بتمثل النادي الاهلي، مشجع قوي جدا، كنت عضو مجلس اداره قوي جدا. ما ينفعش نقدر انت كده هتزعل الناس الاهلاويه من النادي. انت ليه تحط النادي الاهلي في شكل مش مظبوط، في موقع شك؟ النادي الاهلي بيلعب ويتلاعب ويجيبوا وكلاء من بره عشان يدمروا الانديه الثانيه وياخدوا اللعيبه من الحاجات الثانيه، وبالتالي هتخلي دماغهم تروح، لانه في تلعب بقى مع الحكام، في تلعب اداره المباريات، في تلعب. ليه تحط نفسك وتحط النادي الاهلي في الكورنر ده؟ عموما انا طبعا بقدر تشجيعه وبقدر انتمائه للنادي الاهلي، لكن انت راجل كنت عضو في مجلس اداره ومسؤول، والناس لسه لغايه دلوقتي حاطه الصوره دي في دماغها، فالكلام اللي هيطلع منك لازم يكون منطقي. وبكرر تاني، هو ما راحش النادي الالماني خالص خالص. يمكن بس الوقت خانك، كان كلوبالي اللي تقصده، لكن ما افتكرش، وكلوبالي جه بعدين قوي متاخر يعني الالفينات. لكن طبعا ايمان ولامونيك كان ما كنتش حضرتك لسه موجود في النادي الاهلي اساسا. عموما باحترامي ليك واحترام النادي الاهلي واحترام نادي الزمالك، التاريخ ما ينفعش نزوره. واشكرك طبعا انك انت احسنت الرد والتعليق على ايمان ولامونيكي، اللي هو ما زال برضه مدرب قوي وما شاء الله شغال كويس. هو مقيم في اسبانيا، لكن مدرب انا ما زلت معاه، وكان اخر موسم ليه الموسم اللي فات ده مع فرقه في زامبيا. تحياتي ليكوا، وارجو ان سوء التفاهم ده يتضح للناس كلها وما يحصلش لغط، والناس اللي بتتكلم لازم تاخد بالها من التصريحات دي. تحياتي.